رسالة على الصبح بصراحة لسه شايفاها، هي كانت جايلي من بدري بس أنا ما بشوفش أصلا الخاص. لقيت أب بيقول لي أنا فرح بنتي متوقف على مصاريف الفرح على 15,000 جنيه. ظروف الحياة بقت صعبة والعريس مش عارف يدبر مصاريف الفرح. طب ما تجوزها من غير ما تعمل فرح ومن غير ما تعمل زنبليط. هو الجواز هيقول لك لأ؟ وبعدين قاعة ايه ومظاهر كدابة ايه؟ ده زمان كانوا بيتجوزوا في حاجة اسمها القاعة دي عبارة عن أوضة، وكانوا بيعيشوا وبيستمر الجواز 60 و70 سنة. دلوقتي بتعملوا في القاعة وفي النوادي وتشحتوا وتستلفوا علشان خاطر تعملوا القاعة وتعملوا مظاهر كدابة ملهاش 60 لازمة. والواحدة اللي هي العروسة تروح للميك اب ارتست واسمه ايه ده، وتجيب الفستان بآلافات مؤلفة، وفي الآخر بعدها بسنتين بتطلق. ايه بقى لازمتها؟ ما نجوز ولادنا